في بداية الفيلم النهاردة بنتعرف على شاب بيشتغل مع عصابة مافيا اسمه لايد، وبنشوفه وهو بيقابل الزعيم بتاعه اللي لسه خارج من السجن. ولما لايد بيبلغه إن فلوس المخدرات اتسرقت، الزعيم بيرد عليه وبيقول له يروح يجيب الفلوس اللي اتسرقت على طول. فلايد بيوري له قايمة بأسامي الناس اللي شاكين فيها إنهم خانوهم، ومقتنع إن هم اللي مسؤولين عن الفلوس اللي اختفت. والمدير مش بيتردد وبيقوم قايل لوايد بقى العصابة إنهم يطردوهم على طول ويرجعوا الفلوس اللي اتسرقت خلال يومين. وبعد كده وايد ورجالته مش بيضيعوا وقت، فبيبدأوا يطاردوا كل الأسامي اللي موجودة في القايمة، وكل ما بيقدروا يرجعوا جزء من الفلوس المسروقة بيقتلوا الشخص اللي سرقها على طول. وبعد كل عملية وايت بياخد صورة كدليل عشان يوريها للمدير بتاعه، والنمط ده بيفضل طبقوه على هدف ورا التاني. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف ست بتعمل رياضة وهي راجعة البيت، بتنضرب برصاص فجأة وبتموت، وبيطلع إن هي كمان اسمها كان موجود في قائمة الأسامي بتاعة لايت. في الوقت ده في عيلة بتوصل بيتها الجديد وبيستعدوا عشان ينقلوا لبيتهم، والأب بيلي بيطلب من ولاده الاتنين إنهم يختاروا أوضتهم. وبعدين بيبدأوا يدخلوا العفش بتاعهم، بس بيعانوا علشان يعرفوا يشيلوا المرتبة ويطلعوها لفوق. فبنت الأورن بتتعب بسرعة، فبيضطروا يسيبوا المرتبة على السلم دلوقتي. وفي نفس الوقت ده الأخ الأصغر أوين بيبقى قاعد بيلعب بهدوء بإبرة وشاليمو، ولما بيشوف قدامه عنكبوت بيموته من غير ما بيتردد، وبعدها بيكمل لعب بالأدوات بتاعته عادي. ولما لورين بتحاول تدخل أوضته بتبقى هتتعور بسبب الأدوات اللي متنطورة على الأرض، فبتحس بإحباط وبتروح تدور على أوين وكمان تدور عليه في الغابة اللي جنبهم. ولما بتلاقيه أخيرا بتشده وبترجع للبيت وهي متعصبة. وبالليل لايد والرجالة اللي معاه بيروحوا يرتاحوا في الفندق وبيستعدوا عشان يكملوا عملية تصفية الحساب. وتاني يوم في نفس الوقت ده بيل بيبدأ يشرح لورين السبب اللي خلاه ينقل لمكان بعيد زي ده، وهو علشان ابنهم أوين. وبيقول لها إنه محتاج يفضل في مكان بعيد لفترة، وكل ليلة قبل ما بينام بيل بيدي أون مهدئ يفكروا دايما إنه يتصرف بطريقة كويسة حوالين الناس. وهنا كل حاجة بتبدأ تتغير. وتاني يوم الصبح مرات بيل وهي بتحضر الفطار بيجي حد يخبط على الباب، واللحظة دي بتفتح فيها الباب لايت. بيقوم داخل البيت على طول وبيرفع عليها السلاح، ولما بيل بيسمع صوت صراخها بيجري عليها، بس رجالة وايت بيثبتوه بسرعة. لما بيل بيرفض يقول لهم فين مكان الفلوس، لايت بيقول لدارك المساعد بتاعه انه يقتل مراد بيل. وقتها لورين بتكون في الحمام وبتسمع صوت ضرب نار، فبتخرج على طول عشان تشوف في ايه، ولكن وقفت في مكانها من الصدمة. ولما بتلاقي واحد بيصور جثة أمها وباباها بيكون متكتف قدامها ومش عارفة تعمل ايه. ولما بيل بياخد باله إن لورين واقفة بيحاول يهجم على الرجالة علشان يلفت انتباههم على أمل إنها تلحق تهرب، ولايت بياخد باله بيقول ديريك يروح ورا الأولاد. ولورين وهي بتحاول تهرب بتتعور وبتكسر ازاز شباك اوضتها، فبتلف التعويره بسرعه علشان توقف النزيف. في الناحيه التانيه بيل بيبقى بيضرب وايت بيطلب منه فلوس. في نفس الوقت ده ديريك بيفتش البيت وبيدخل اوضه لورين، وبياخد باله هناك ان في دم على ازاز الشباك. ولورين بتكون مستخبيه ورا صناديق وماسكه في ايديها موس. ولما ديريك بيسرح لورين بتحاول توصل لغرفه اون، ولكن قبل ما تهرب ديريك بيمسكها ويبقى خلاص هيموتها. ولما اون بيلاقي اخته في خطر بيمسك مضرب البيسبول وبيضربه بيه، وبعدها بيقفل الباب وبيمسك الموس من ايد لورين وبيحطه على الخشب اللي حوالين ازاز الشباك. وبعدها لورين بتنط من الشباك واون بينط وراها. واول ما بيهربوا ديرك بيفوق بيكسر الباب. في وقت ما اوين ولورين بيجروا ناحيه عربيه ابوه، ديرك بيقع في الفخ اللي اوين عمله، وده بيخليه يصرخ من الوجع. ولما لايت بيسمع صوت الصريخ بيجري عليه عشان يشوف. ولما بيستوعب ان الاطفال هربوا بيجري على تحت ويهدد بيل وبيطلب يعرف مكان الفلوس. بره لورين بتتخض لما بتلاقي العربيه مقفوله والمفاتيح مش معاه، بس اون بيفضل هادي وبيبدا يقطع حته حديده من كاوتش العربيه. وفي الوقت ده في البيت بيل استسلم اخيرا وبيقول ان الفلوس مستخبيه في الخزنه اللي في الصندوق. بره لورين بتقول لاوين يمشي، بس هو بيجري ناحيه العربيه. وقتها بيل بيبدا طالع على بره ومعاه لايد والرجاله عشان ياخدوا الفلوس. ولما نرجع البيت واحد من رجالة لايد اسمه جوزيف بيحاول يعالج الجروح اللي في ايد دارك. ولما جوزيف بيفتح ادوات الاسعاف الاوليه بتاعه اوين عشان ياخد منها البلاستر، بيتصدم لما بيقرا السجلات الطبيه بتاعه اوين اللي بيلاقيها في الملف. في الوقت ده عند البيت بال بيكون واقف عند العربيه اللي فيها الخزنه ومعاه لايد، بيستعد اخيرا عشان يفتح الخزنه اللي جوه. وفي نفس الوقت ده واحد من رجاله لايد اسمه فريدي بيحس ان في حاجه غريبه، ولما بيفتش المنطقه بيلاحظ ان في اثار رجلين بتطلع عند سقف العربيه. فاهم ان وين مستخبي فوق بيخطط للحركه اللي هيعملها. ولما فريدي بيحاول يطلع فوق وين بينزل وبيسرق البندقيه بتاعته. بيحرك العربيه بتبدا تتحرك لوحدها وترجع لورا والدنيا بتتقلب. لما فريدي بيقدر اخيرا انه يوقف العربيه وين بيتحرك لقدام وبيرفع عليه السلاح.
بس تركيزه بيتشتت لما ديريك وجوزيف بيخرجوا فجأة من البيت وهما بيجروا وبيضربوا عليهم نار. فلورين بتشده بسرعة والاتنين بيهربوا ناحية الغابة، وهما بيجروا بيشوفوا لوريد وهو بيقتل أبوه فبيتغاظ جدا. لورين بتفضل تناديه وبتخليه يكمل جري في الغابة. ولما بنرجع للعصابة بنلاقي ديريك يحاول يشرح اللي اكتشفه بخصوص ملفات أون الطبية، بس لويد بيكون متعصب جدا ومش بيرضى يسمع لحد. كل ديريك وجوزيف يطاردوا الأولاد عقبال ما بيرجع البيت مع فريدي عشان يدوروا على الفلوس. وبعدها الأولاد بيجروا مسافة بعيدة وبيدخلوا مكان عميق في الغابة. أون بيقف عند أغصان شجرة قوية وبيبدأ يخطط لحاجة. ولما بيشوف لورين متعورة وبتنزف جامد بيقول لها تقعد، وبيطلع الأدوات الطبية وبيساعدها تقفل الجرح. ومش بيتردد وبيطلع موس من بقه وبيبدأ يحط فخ مميت باستخدام أغصان الشجرة. في الوقت ده في البيت لايت بيكمل تدوير على الفلوس وبيشوف السجلات الطبية بتاعة أوين بنفسه، واللي بتقول إن عنده مقياس عنيف جدا وكبير وواصل لمرحلة عالية. والسجلات بتبين قد إيه هو بيشكل خطر حقيقي على أي حد حواليه. ولايت كمان بيلاقي صور الضحايا أوين اللي فاتوا، وكتير منهم عظمهم اتكسر ومنهم اللي اتشخصوا بشلل داي. وهنا بيفهم إن ده السبب اللي خلى بالي ينقل مع عيلته لمنطقة بعيدة على أمل إنه يبعد ابنه عن الناس عشان ما يأذيش أي حد. في الوقت ده في الغابة ديريك بيتكعبل في شنطة الإسعافات الأولية وبيقرب منها من غير ما ياخد باله إنها جزء من الفخ. ولما جوزيف بيتحرك لقدام الفخ بيتفعل ودارك بيتمسك من تاني ورجله بتتصاب إصابات خطيرة وبيتوجع جدا ومش بيقدر يتحرك. وجوزيف بعدها بياخد باله من لورين وأوين وبيطاردهم على طول. وفي نفس الوقت ده في البيت لايد وفريدي بيلمحوا واحدة جاية ومعاها أكل العيال. بتشوف لايد ماسك سلاح بتتلعب وبترمي الأكل وبتجري، ولايد مش بيتردد وبيقوم ضاربها بالمسدس. المشهد اللي بعد كده بنرجع للغابة وجوزيف بيكمل يدور على أوين ولورين وهما بيعدوا من الكوبري. مش خدش باله ان الاخوات مستخبين تحت الكوبري فبينط فجأة. وقتها بيلاقي لورين بتترعش من الخوف، بس مرة واحدة أوين بيهجم عليه من ظهره وبيضربه جامد وجوزيف بيقدر يفوق ويمسكه. في الوقت ده لورين بتلاقي سكينة أوين في البحيرة فبتاخدها. وفي الوقت ده أوين بيبدأ يتعب في المعركة، ودي واحدة من المصايد اللي عاملها بتتفعل. ولكن جوزيف مش بيتصاب فلورين بتهجم عليه من ظهره وبتضربه في السكينة وبتقتله. وهي حاسة بالخوف واليأس لكن بتعمل كده عشان تنقذ أخوها. وبعدها لورين بتفضل واقفة مصدومة وبتصرخ من الخوف. فأوين بيبدأ يتصرف وبيقلب جثة جوزيف وبيخلص عليه. وبعدها بيحاول يهدي أخته من غير ما يتكلم ويمسح الدم من على إيديها وبيغطيها بجاكيت جوزيف بالليل. وبعدها بيهربوا من الغابة. بيوصلوا عند العربيات. واضح إن أوين حاطط خطة في دماغه فبيقول لورين تتحرك معاه. فبيلاقوا المبنى مقفول. أوين بيكسر القفل بالأدوات اللي معاه وجوه بيدوروا على مفاتيح العربيات. وأول ما بيلاقوها بيطلعوا تاني بره علشان يحددوا مكان العربية اللي معاهم بالمفاتيح. ولما بيوصلوا العربية بيستوعبوا إنه ليدي وفريدي وصلوا. فالإخوات بيستخبوا. أول ما لايد بيحس إن في حركة حواليه بيقول لفريدي يروح ورا لورين، وهناك بتبدأ مطاردة عنيفة بينهم. بس لما لورين بيتبقى خلاص أوين بيشتت انتباه فريدي وبيشتغل جهاز الإنذار اللي في العربية. وبعدها بيهجم عليه من ظهره وبيقتل فريدي بعد ما بيضربه على دماغه. بعدها بيرجع بسرعة، بس مرة واحدة لويد بيضربه بالرصاص وبيشد لورين لبعيد. بس أوين مش بيموت لأن الرصاص بتيجي في الحديدة اللي كان شايلها في هدومه وبتمنع الرصاصة إنها تيجي في أعضائه الحيوية. بس رغم الوجع أوين بيجبر نفسه إنه يشيل الرصاصة وبيستخدم الولاعة علشان يعقم الجرح ويقفله. وبعدها بنلاحظ إن تعبيرات وشه بتتغير وبيرجع يرسم ملامح الوش الباردة وبيركز في خطته وبيستعد علشان يصطاد لايت. في الوقت ده العصابة بترجع لبيت بولورين وبيجبروها تقول لهم على مكان الفلوس. وبما ان ما عندهاش فكره عن الموضوع لويد بيتعصب وبيضربها وبعدين بيضرب طلقه في مرتبه السرير اللي جنبه. وهنا بيكتشف ان بيل طول الوقت ده كان مخبي الفلوس جوه المرتبه. ولما لويد بيسرح مع الفلوس لورين بتضربه وبتهرب. بس لما بتحاول تستخبى هتلاقي ديريك ظهر قدامها وبيضربها وبيخليها كمان تفقد وعيها. بيتريق على لايد وبيقول له انه عبيط قوي علشان حته عيال صغيره ضربته. ولويد بيتغاظ فبيقوم قاتل ديريك من غير ما يترد. في الوقت ده في البيت بنشوف أوين وهو بيجهز فخ مميت بالمعلومات اللي عارفها عن الأسلحة والمواد الكيميائية. وبيكون لايت بيبقى بيدور على شنطة يحط فيها الفلوس، بس لما بيرجع تحت بيلاقي الفلوس اختفت وبيلاقي أثر من الفلوس بيودي ناحية البدروم. وبيفترض إن في حد أخد الفلوس ونزل بيها لتحت. ولما لويد بينزل البدروم بيلاقي دم على الفريزر، بس لما بيفتحه بتبدأ سلسلة من المصايد المميتة بتفضل تنزل عليه واحدة ورا التانية. وهو بيحاول يطلع على السلام عشان يهرب أوين بيقوم رامي عليه خزنة تقيلة وبيموته في لحظتها. وتاني يوم الصبح لورين بتصحى جنب أوين واللي بيكون قاعد بكل هدوء وهو ماسك شنطة الفلوس. وبعد فترة زعيم المافيا بيجيله ظرف من أوين بيلاقي جواه صور الضحايا اللي لايد قتلهم. فبيفرح وبيتبسط قوي لما بيشوف الصور،
دي بس لما بيلاقي معاهم صور رجالته وهما ميتين هما كمان بيخاف جدا. وفي الناحية التانية لورين وأوين بينفذوا آخر عملية انتقام، بيفجروا مقطورة بتاعة زعيم المافيا وبيموتوه للأبد. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا اليوم. استنوني بقى في فيديوهات جديدة وملخصات جديدة. سلام.